كوكو حبيباتي، جيتكم اليوم وجبت لكم هذه العروسات السهله تاع الكراطان. بزاف رايحه تعجبكم، سهله وخفيفه وتوالمنا في رمضان. كراطان لبولات دو بولي. اروحوا معايا نحضروها كيف كيف. اول حاجه عندي حبه تاع بصل المرحيه، راح نضيفها على نصف صدر دجاج كنت رحيته ثاني. ضيفوا عليهم فصوص تاع الثوم، وعندي هنا بيضه كامله وشويه دبشه ومعدنوس مقطعين. في لي زيبيس درت مغرفه صغيره تاع الفلفل الكحل والملح ومغرفه صغيره تاع الفلفل الاحمر. انا درت الفلفل الاحمر الحار وخلطت كلش كيف كيف. عندي هنايا مغرفه كبيره تاع الفارينه، ونخلط لهنا بيدي المكونات كامل مع بعضها مليح. بعدها رحت شكلت الدجاج تاعي بالطريقه هذه، استعملت الزيت باش يجيني ساهل. وهذه هي الكميه اللي خرجت لي بنصف صدر تاع الدجاج. هنا في مقلاة درت مغرفه كبيره تاع الزبده مع الزيت. ذوبت الزبده مع الزيت وحطيت لي بولات تاوعي يطيبوا. هاوليكم كيفاش طابوا البنات. ورحت لهنا قطعت البطاطا تاعي مربعات. هنايا في كاسرونه درت مغرفه كبيره تاع الزبده للبيشاميل، درت معاها فصوص تاع الثوم، وعندي هنايا الفلفل الكحل وكاس تاع الحليب. عندي لهنا مغرفه صغيره تاع الملح ومغرفه كبيره تاع الفارينه، وضفت معهم مغرفه تاع الجبن الابيض. ونخلطوا المكونات كامل مع بعضهم على نار هاديه. زدت لها شويه تاع المعدنوس ونحيتها من على النار بعد ما عقادت. هنا كنت قليت البطاطا تاعي وكلش راهو واجد في بلا كيما هذا. روحوا نوريكم كيفاش نديرو. نبداو باول طبقه واللي هي طبقه البيشاميل اللي حضرناها مع بعضنا. ومن بعد ندير كامل البطاطا اللي عندي، نستفوها مليح في البلا ونحط هذوك لي بولات دو بولي تاوعي. وفي اخر طبقه نديرو كامل البيشاميل اللي قعدت لنا. زدت معها شويه تاع الفرماج رابي من الفوق، نتوما تقدروا تخلوها غير بالبيشاميل. وديتها للفرن على درجه حراره 180. هنا بعد ما طابت قطعتها وشوفوا نتوما كيفاش جات بزاف بنينه ومشمخه بهذيك لا بيشاميل لداخل. نتمنى تجربوها وتكون عجبتكم. هذه كانت وصفتنا لنهار اليوم. مقادير الوصفه راح نخليهم لكم لتحت في الديسكريبسيون. وهذا مكان البنات. باي باي.